هذه الرواية مروية في روضة الكافي للكليني، يروي عن إسحاق بن عمار يقول: حدثني رجل من أصحابنا عن الحكم بن عتيبة قال: بين أنا مع أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، يعني مولانا الباقر، والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكع على عنزة له، أي على عصاة له، حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم سكت الشيخ، فقال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم. ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردوا عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على أبي جعفر عليه الصلاة والسلام وقال: يا ابن رسول الله أدنني من جعلني الله فداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم. انظروا، الإمام إمام كل زمان يتوقع من شيعته أن يظهرون حبهم بإمام زمانهم. من تتمة هذا الحديث نستفيد هذا المعنى: فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، فوالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا. وهذا دليل على رعاية الإخلاص في المحبة لإمام زمانك. إذا تطلب أن ينظر إليك مولاك ويأخذ بيدك ويقضي حوائجك، أولا لا بد أن تؤمن بإمام زمانك، ثانيا لا بد أن تراعي التقوى، ثالثا لا بد أن تراعي الإخلاص في محبتك بإمام زمانك. قال: سيدي والله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، لا لا لا. ثم قال: وإني لأبغض عدوكم وأبرئ منه، ووالله ما أبغضه وأبرئ منه لوتر كان بيني وبينه، أي لمثلا دم أو شيء، لا. ثم قال: والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم، أي راعي التقوى، وأنتظر أمركم. هذا الشيء في أي زمن كان يعيش؟ في عصر مولانا الباقر، كان منتظر لإمام زمانه، منتظر للظهور. قال: سيدي أنا أنتظر أمركم، فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ هنا انظروا إلى جواب إمام زمانه. والله صاحب الزمان لو تظهر حبك بإمام زمانك هكذا يجيبك. فقال أبو جعفر: إلي، حتى أقعده إلى جنبه. جلس هذا الشيخ بجنب الإمام، ثم قال: أيها الشيخ، إن أبي علي بن الحسين سلام الله عليه أتاه رجل فسأل عن مثل الذي سألتني عنه،
فقال والدي زين العابدين له: إن تمت على هذا الحال، على هذه العقيدة، ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله، ترد على علي عليه الصلاة والسلام، ترد على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين إمام زمانك، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين. الله أكبر. بمحبة، برعاية، باعتقاد صحيح، بإيمان يصل إلى هذا المقام. ترد على رسول الله بمجرد أن تموت، ترد على أمير المؤمنين، على الحسن والحسين، ترد على إمام زمانك زين العابدين صاحب الكلام زين العابدين. يثلج قلبك، يبرد فؤادك، تقر عينك، تستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين. ثم قال: وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك، وتكون معنا في السنام الأعلى. الله أكبر. فقال الشيخ: كيف قلت يا أبا جعفر؟ كأنه كان يتوقع الإمام يكرر هذه العبارات من كثرة التذاذه من هذه الجملات الصادرة من كلام الإمام. فعاد الإمام عليه الصلاة والسلام عليه الكلام. فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر، إذا أنا مت أرد على رسول الله، أرد على علي أمير المؤمنين، أرد على الحسن والحسين وعلي بن الحسين، وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي، وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين لو قد بلغت نفسي إلى ها هنا، وإن أعيش أرى ما يقر الله به عيني فأكون معكم في السنام الأعلى. ثم أقبل الشيخ ينتحب ويبكي وينشج بكى بكاء عاليا حتى لصق بالأرض. وأقبل أهل البيت ينتحبون ينشجون ويبكون لما يرون من حال الشيخ. صار ولولة من البكاء في المجلس من بكاء هذا الشيخ. وأقبل أبو جعفر إمام زمانه يمسح بإصبعه الدموع من حمالين عينيه وينفضها. ثم رفع الشيخ رأسه فقال لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، ناولني يدك جعلني الله فداك. فناوله الإمام يده المباركة فقبلها ووضعها على عينيه وعلى خده، ثم حسر عن بطنه وصدره فوضع يد الإمام على بطنه وصدره، ثم قام فقال: السلام عليكم. وأقبل أبو جعفر ينظر في قفاه وهو مدبر، ثم أقبل بوجهه على القوم الإمام عليه الصلاة والسلام وقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا شأن من يراعي التقوى، من يكون منتظرا، من يعيش مؤمنا بإمام زمانه. بمجرد أن تصل إلى مولاك وتظهر حبك بإمام زمانك، مولاك هكذا يعامل معك.
فعليك بالإيمان وعليك بالتقوى وعليك بالانتظار وبالحب. نقول يا ابن الحسن يا صاحب الزمان، صحيفة أعمالنا تصل إليك وتنظر إليها. سيدي لا تنظر إلى ذنوبنا، اطلب من الله أن يغفر جميع ذنوبنا وأن يقبل جميع أعمالنا وحسناتنا. نقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا رب ليل بالوصل كان ضياء ونهار بالهجر كان ظلاما نعم والله رب ليل بالوصل كان ضياء ونهار بالهجر كان ظلاما. سيدي يا ابن الحسن قد شربت الصعاد فيه مداما واتخذت النجوم فيه النداما. يقول هذا الشاعر سيدي يا ابن الحسن خیلی از شبها خواب از چشم من میپرد تا صبح بیدارم با ستارگان انس میگیرم و در فراق تو اشک میریزم. ما لقلبي إذا ذكرتك يهفو ما لقلبي إذا ذكرتك يهفو ولعيني تذري الدموع السجاما.